القيثارة الجميلة ليلى مراد حكت لمجلة الكواكب في عدد صادر عام 1954 عن موقف غريب يشبه المعجزات حدث لها قبل 10 سنوات، عندما أعجبت ببروش ترتديه صديقتها، ولما أبدت إعجابها به أصرت الصديقة على أن تهديه لها، ولكن ليلى مراد اقترحت أن تستعيره لتعطيه لأحد الجواهرجية فيصمم لها واحدا مثله ثم تعيده لصديقتها. وقالت ليلى مراد إنها ارتدت البروش لتحضر حفلة العرض الأول لأحد أفلامها، ولكنها لم تجده بعد خروجها من الحفلة، وشعرت بحرج وضيق شديدين لأنه فقد منها في الزحام. وأشارت إلى أنها كلفت بعض الأشخاص للبحث عنه في السينما لكن دون جدوى، وحزنت حزنا شديدا ليس لقيمة البروش ولكن لأنه ليس ملكها، وانتابها القلق من أن تشعر صاحبته أنها كانت تتظاهر بأنها لا تريده، وأن مسألة ضياعه مجرد خدعة غير حقيقية. فأخذت ليلى مراد تؤنب نفسها طوال الليل لأنها ارتدت البروش، لكن حدث ما لم تكن تتوقعه القيثارة ولا يخطر ببالها. ففي اليوم التالي زارها شقيقها منير مراد وأخرج من جيبه البروش المفقود، وقال لها إنه وجد هذا البروش في بهو السينما ولا يعرف كيف يتصرف فيه، فهل يسلمه للبوليس أم لإدارة السينما؟ وهنا كادت ليلى مراد أن تصاب بالإغماء من شدة الدهشة والمفارقة والموقف الذي فاق الخيال.